السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم كبيرة كبيرة كبيرة. أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال. عواشركم مبروكة ورمضانكم كريم، أهله الله عليكم بالمن والبركات. الله يدخل لكم بالصحة والسلامة، واللي عنده شي أمنية في خاطره الله يحققها ليه، والله يخلي لكم ما عز عليكم، والله يخلي لكم والديكم ووليداتكم يا رب العالمين. وتحية لكم كبيرة وبالصحة فطوركم وبصحة سحوركم. راه كاين شي ناس دابا راه قربوا يتسحروا. المهم بالصحة فطوركم وبصحة سحوركم، وتحياتي لكم وتوحشكم بزاف. غبرنا عاوتاني عليكم، ولكن راه شوف والله العظيم اخوتي العزازيله ما بقى ما يعجب في هذا اليوتيوب غير المشاكل وصداع الراس والتمشكيل خاوي. كل مرة شي مطرقة نازلة عليك للراس، كتحاول انك انت تبعد من هاد القوقعة اللي واقعة في اليوتيوب، يعني باش ما كان، وان شاء الله يكون غير الخير. المهم باش تعرفوا بلي انني بعدت انا بزاف على المشاكل، وبعدت على صداع الراس، وبعدت على كذا. غنعاود لكم واحد القضيه. البارح كانت جات عندي الاخت سعاد، لقيت الاخت سعاد، جلسنا انا وياها. كان عندها واحد المشكل اللي هو تقني في اليوتيوب. اول حاجه التعليقات ديالها ما كيطلعوش، يعني التعليقات الكومونتيرات ما كيبانوش، يعني واخا تكتب تعليق راه ما كيبانش ليها في القناه، وكيبقاو زيرو كومونتير. وطلعت للطوندونس واخا هكاك صفر كومونتير او جوج كومونتيرات او ثلاثه، يعني كان عندها واحد المشكل كبير في الكومونتيرات. المهم قدرنا اننا نحلوا المشكل ديال الكومونتيرات وتصايب لها الكومونتيرات، دابا راه تصايبات. كذلك كان عندها واحد المشكل انها كانت مشات عند واحد السيده اللي كانت ضربت لها القنوات، اللي كانوا اتهموا الخزان باللي ان الخزان هو اللي كيضرب القنوات. وقلنا لكم بلي انا الخزان ما كيضربش القنوات. وراه البارح انا جايكم نهضر. شوف انا راه ما عندي نيشان غرس والله ما نكذب عليكم. باش تعرفوا بلي انا راه كان جات عند واحد السيده صيبت لها الانستغرام وما صيبتولاش مزيان. المهم بزاف ديال الحوايج ما مقداش، ما مربوطش يعني بالنمره، ما مربوطش بالجيمايل، بزاف ديال الامور قدينا لها الانستغرام عاوتاني مزيان. امور هي هذه، كلشي مزيانه، كلشي هو هذاك. كذلك صيبنا لها واحد القناه ثانيه راه غتلقاوها، كنت بارطاجيتها عندي، غتلقاوها عندي كدايا. صيبت لها قناه ثانيه سميتها جوهره مغربيه جوج. المهم قديت لها المسائل ديالها كاملين. وصلنا لواحد النقطه اللي هي اساسيه، اللي هادشي علاش جيت باش ندير هذا الفيديو هذا، اللي هي ضرب القنوات. كانت جابت لي شي مقاطع او شي فيديوهات هزينهم ليها الناس، وقالت لي خويا الخزان ضرب لي هاد المقاطع او ضرب لي هاد الفيديوهات. انا بصفتي انا خدام، ما نكذبش عليكم، انا مخلص في خدمتي، بامكاني نشد داك المقاطع وغنضرب وغنتخلص في خدمتي وغنزيد الاجره ديالي وهانيه سي با لابيل تاعيروها. انا مخلص. انا مادام جات عندي، انا باش كنقول لكم انا راه ما بقيتش كنخدم بيريك، انا اي واحد كيجي عندي راه كنتخلص، يعني تحيه ليها كبيره. انا مخلص في خدمتي، جابت لي المقاطع بامكاني انني نضرب، بامكاني نضرب، وكاينين مقاطع وكاينين بزاف ديال الحوايج. ولكن انا بعت راسي من هاد الشبوقات ديال ضرب القنوات وديال بزاف ديال الامور وشله حوايج. جابت لي مقاطع، قلت لها اختي العزيزه نقاد لك المسائل ديالك، نقاد لك هاد الامور هادي، ولكن العواشر دابا ضرب القنوات عاوتاني غتنوض واحد الضجه كبيره على ضرب القنوات. كاينين الناس اللي مساكن كيترزقوا من هاد القناه، كاين الناس اللي واخا هما خايبين، واخا هما خبثاء، واخا هما ما يصلحوش انهم تكون عندهم قناه، ولكن كيدخلوا منها واحد طرف الخبز، ما نقطعوش لهم ارزقهم. قلت لها اختي العواشر دابا ورمضان هذا، وكل واحد كيحتاج واحد لقمه عيش في هذا رمضان. وخصوصا حنا كنعرفوا رمضان يعني كتكثر فيه المصاريف، كتكثر فيه بزاف ديال الحوايج، كتكثر فيه الفلوس. يعني هادشي عارفينه، يعني واحد خدام على قنته غنجي انا غنضربها له، واخا لو انني انا مخلص ما غيبقى فيا الحال، وخصوصا في هاد العواشر، وغنجي نقطع له رزقه. ما بغيتش نقطع له رزقه، ولو انني كنقول نعاودها راني مخلص، ولكن ما نقطع لكش رزقك. هضرت معاها قلت لها شوفي افضل حيدي عليك ضرب القنوات، وحتى ديك السيده اللي كنتي عطيتيها باش تبقى تضرب لك القنوات ولا تخدم لك ولا شي حاجه احتاجيتيني انا مرحبا على راسي وعينيا. صيفطيني ميساج رسائل دوك الناس اللي كيهزوا في المقاطع ديالك، قول لهم ما تهزوش مقاطع مثلا كذا. ولكن باش اننا نوضوا ونضربوا القنوات ديال شي واحد شويه صعيبه. ما بغيتش نبقى نادي حتى شي واحد، ما بغيت نبقى نهضر على حتى شي واحد. انا بغيت نشد عقاري ونشد طريقي ونغمس في واحد الطريق، او نبدل المحتوى ديالي. ومازال غادي تشوفوا اننا مازال غادي نبقى ندير لكم فلوغات مع مولانا الدار كدا. رمضان دابا الفطور وداك الشيء مازال المحتوى زوين، حنا غاديين كنخدموا عليه وكنفكروا فيه، غير خص شي شويه ديال
العقل يرتاح. مازالين عندنا بزاف ديال المطارق خصنا نحيدوهم، وراه ملي مازال سبحان الله طيحه مور طيحه. لا اله الا الله. والله العظيم الا جيت نعاود لكم راه بزاف بزاف بزاف، ولكن الحمد لله كنقولوا الحمد لله وكنشكروا الله. الحمد لله حنايا درنا واحد الحوايج اللي هما زوينين، اللي بصراحه ما يقدروش يديرهم بزاف ديال الناس وبزاف ديال اليوتيوبرز اللي خدامين في اليوتيوب وليل ونهار في اليوتيوب ما يقدروش يديرهم، الا وهي رضا الوالدين. الحمد لله حنا مرضيين، لا مع الوالد لا مع الوالد لا مع، الحمد لله. ربي يسهل علينا في هذا الشهر المبارك، وربي يرزقنا من فضله. حنا كنطلبوا الله عز وجل انه يرزقنا، وكذلك الحمد لله اننا او انني بسببكم وبسبب الله عز وجل والفضل ديالكم وديال الله عز وجل ان نقدرنا نديروا واحد سكن، واحد الدار اللي فريمون هي اللي خلات القلب ديالهم شاعر فيه العافيه، والقلب ديالهم كحل ما كيبغوش الخير للناس. والحمد لله حنايا ما هادشي هذا راه ما كيطيحناش، بالعكس حنا كيعطينا قوه في قوه. هادشي راه كيقويني بالعكس. الا ما مريتيش من التجارب ما غتعرفش بزاف ديال الحوايج. الا ما دخلتيش المحكمه او عند الكوميساريه او كذا او كذا راه ما غتعرفش. دخلتي الكوميساريه دخلتي المحكمه غتولي تعرف بزاف ديال الحوايج باش اطابطي راسك وباش تفهم بزاف ديال الامور. يعني هادشي راه ماشي زعما راه خوفا ولا انا بعت خوفا، لا ماشي خايف، وانما خاص نعرف النقاط على الحروف ونحط النقاط على الحروف، ونعرف بلي ان كاين عندنا واحد الناس كينتظرونا اللي نتوما كمتابعين كعائله ديالي يعني معايا. وهذا ما كان اخوتي العزاز. يعني انا غير الهضره جابت الهضره. ضرب القنوات انا راه غير مسؤول عليهم، وهذه حتى شي قناه. المهم بالنسبه للاخت سعاد، جات مسكينه عندي حتى للدار البارح، والله الا جات عندي حتى للدار، وكانت باغا تشوف الوالده ديالي خرجات وما كانتش. كانت مشات تجيب شي دواء من الفارماسيان وما كتبش انها تلاقاها. ولهذا اختي سعاد هذه رساله ديالي من عندك من عندي ليك. يعني مرحبا بك في رمضان، مرحبا بك انك تفطري معنا، مرحبا انك مرحبا والف مرحبا. الدار دارك وانا ندوز لكم الوالده. السلام عليكم. بعد اش كديري؟ نصوب الحليب الطيبه ندير الفلور. مبروك العواشر متابعين ديال ولدي، مبروك العواشر، رمضان سعيد. جات عندك سعاد البارح امي؟ اييه خرجت ولدي البارح انايا. جات عندك بغات تشوفك مسكينه سعاد. مبروك عواشرها وتسمح لي انا خرجت البارح. وما ما لقاتنيش. ومرحبا بها تولي تجي ان شاء الله تفطر معنا ولا ان شاء الله. مرحبا بها. مرحبا بك اختي سعاد. ها هي كتعارضك الوالده، ها الوالده كتقول لك مرحبا بك. تفطري معنا. مرحبا والف مرحبا. الا لقيتيني عاد خرج. قالها لي السي محمد، قال لي راه جات تشوفك وما لقاتكش، وانا يا خرجت البارح خرجت. يلا وجدي في الله. شوفوا امي. يلا سلم عليهم.